الفيديو ده للتاريخ هيسجله. الفيديو ده لازم تحطه حلقة في ودانك. الفيديو ده للناس اللي مش فاهمة يعني ايه حياة. اولا، كلما اشعلوا نار الحرب اطفأها الله سبحانه وتعالى، صدق الله العظيم. يعني ايه؟ يعني زعيمنا المفدى قائد مصر العظيم عزيز مصر لما راح زيارة خاطفة للأمير محمد بن سلمان حفظه الله، قال له كلمتين. قال له بلاش تنحدف ورا الحرب بتاعت إيران، انت واخواتك وولاد عمك بلاش. لان ده تخطيط الجماعه اياهم اللي هم بيسابقوا ويصارعوا الزمن، لانهم عارفين انهم لو عدوا من المرحله دي خسرانين، فهم انتهوا انتهوا انتهوا. لازم تبقوا فاهمين. فعمالين يلوشوا وكانوا عايزين طبعا ما صدقوش الجماعه ولود خالتنا ولود عمنا حبايبنا واهلنا في الدول العربيه لما شافوا بعينيهم لا جواسيس بتحط مفرقعات عشان في حتت في الدوحه مسكوا ناس، وفي السعوديه مسكوا ناس، في الامارات لا، الامارات بنت عم اسمهم ايه دول، ما علينا. خد بالك من الكلام. بس هنا بس صدقوا وما انجرفوش انهم يحاربوا ايران. طيب الجماعه دول كانوا عايزين الجماعه دول يحاربوا ايران ليه؟ الجماعه دول هم اساسا دلوقتي اساسا بيضربوا الشيعه. طب ما الشيعة تخلص على السنة وتخش، والسنة تخلص على الشيعة ونخرج احنا منتصرين. دي خطة خداع استراتيجية ما يفهمهاش الا العظماء، ما يفهمهاش الا الناس اللي واعية، ما يفهمهاش الا الناس بتاعت المخابرات. انما مش اي حد هيفهم اللي بيعملوه ولود الهرمة دول. ولود الهرمة دول احنا في اخر الزمان، يعني احنا حاليا دلوقتي في اخر الزمان. ينتصروا انما هم مش هينتصروا، ده ربنا فوق. لا اما هيرجعوا خسرانين ومدلدلين كده، وهوب تتلم العرب عليهم يقضي عليهم وانتهينا وكان الله بالسر عليه. انما ده بقى بامر رب العالمين مش بامر البني ادمين. ولكن يبقى احنا فهمنا زعيمنا لما راح قال ايه وحاش ايه وظبط عقول الناس دي ليه؟ عشان ما يندفعوش ورا حرب ايران. وده بيقول لا اله الا الله اذا كان شيعي، وده بيقول لا اله الا الله اذا كان سني. لازم نتجمع شيعة وسنة، لازم نتجمع على الناس دي. يا ناس افهموا بقى، العرب اخطوا خطوة واعمل صلح مع ايران. هي دولة مزنوقة دلوقتي والدنيا بايظة معاها، اعمل صلح معاها وقول لها خلاص انتهينا واعمل شغل. فين شغل السياسة؟ فين شغل الناس اللي هي السياسة بس في العظمه والأبهة والفلوس والارجاء؟ لا، السياسه مش كده. السياسه يعني اشوف المظلوم واقف جنبه واشوف القوي وادي امه على دماغه. هي دي السياسه. انما انتوا بقى هتودونا فين؟ فهمنا الموضوع ولا نقول كمان؟ تحياتي لكل الناس الفاهمين